الموضوع أيضا مختلط عليك يا أبو محمد. المسألة ما موضوع صغة وعدم صغة يا أبو محمد. المسألة إنه نحن عندنا ما نقول يا علي، وأنت استشهدت بالشيعة عندما نقول يا علي، نحن قولنا يا علي هو في واقع الأمر هو عين قولنا يا الله سبحانه وتعالى، لا اختلاف ابدا. ما تجي الان تتصل وتفهم بهذا الفهم القشري وتقول لي يعني انت انزلت علي منزله الله. لا، علي عمر ما يصبح ولا يمثل شيء، هو علي مخلوق، وهذا الكون بما فيه علي عند الله لا يساوي جناح بعوضه. حتى لا ترجع لي مرة أخرى وتقول لي أنت ساويت بين علي، لا، وإنما أقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يقول الشيعي يا علي في واقع الأمر الشيعي هو في تمام التوحيد وفي عين الاحترام بالله سبحانه وتعالى، لأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الحجة الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وهو عين الله في خلقه، وهو يد الله في خلقه، وهو الحاكم بيد الله، وهو الحاكم بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما تعتقد بأن علي الله أعطى علي هذه القدرة وأعطى علي هذه المكانة، والله سبحانه وتعالى تمثلت فيه صفات الله. يعني شو تمثلت فيه صفات الله؟ القرآن والنبي ما يقول تخلقوا بأخلاق الله؟ علي بن أبي طالب متخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، يعني تتجلى فيه الرحمة، يتجلى فيه علم الله سبحانه وتعالى، يتجلى فيه هذه الأشياء، ورغم ذلك هو مخلوق وما عنده أيضا مخلوق. فبالتالي عندما تقول يا علي في واقع الأمر هو عين قولك يا الله سبحانه وتعالى، ما يفرق كثير عندما تقول يا الله أو تقول يا علي. وعندما تقول يا محمد أيضا عين قولك يا محمد هو عين قولك يا الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وآله.